عبد الله وراشد صديقان من الإمارات قررا القيام برحلة برية في صحراء الإمارات. كانا يستمتعان بجو المغامرة، يتجولان في السيارة بين الكثبان الرملية حتى صادفا قرية مهجورة غمرتها الرمال. تحرك فضولهما فقررا النزول لاستكشاف المكان. عندما دخلا القرية شعرا بجو غريب، كانت البيوت القديمة تبدو كأنها تخفي أسرارا مظلمة. أشعل عبد الله نارا صغيرة في ساحة أحد البيوت، وجلسا يتناولان العشاء تحت سماء مليئة بالنجوم. لكن سرعان ما هبت رياح عاتية حملت الرمال، مما زاد من رهبة المكان. فجأة اختفى راشد في ظلام الليل. بدأ عبد الله بالصراخ باسم صديقه، لكن صدى صوته كان هو الوحيد الذي يجيبه. قرر الدخول إلى أحد البيوت القديمة محاولا الاختباء حتى يهدأ الوضع. قضى الليل في قلق ورعب وهو يتساءل عن مصير راشد. عندما انبلج الفجر خرج عبد الله إلى السيارة ليجد راشد جالسا فيها.